قضية الإيجار القديم في مصر بقت زي القنبلة الموقوتة، كل شوية بتنفجر مشاكلها من جديد وتكشف عن وجع عميق بين الملايين من الملاك والمستأجرين. ملايين الشقق مقفولة من سنين وأصحابها غرقانين في أزمة مش عارفين يخرجوا منها، والمستأجرين متمسكين بإيجارات رمزية لا تتماشى مع زمننا. الحكومة والبرلمان بيحاولوا كل فترة يلاقوا حل، لكن تصادم مصالح المالك والمستأجر بتعرقل أي تقدم. عايز تعرف الحل اللي هيخلص على قضية الإيجار القديم؟ خليك معايا واسمع الفيديو ده للآخر. قضية الإيجار القديم في مصر بقت واحدة من أكتر القضايا اللي بتثير الجدل واللي ما اتحلتش لسنين طويلة. القصة دي معقدة جدا وبتواجه الحكومة والبرلمان تحديات كبيرة عشان يقدروا يلاقوا حل يرضي الطرفين، المالك والمستأجر. طول الوقت الحكومة بتحاول توازن بين حقوق الطرفين، لكن دايما بيظهر تضارب المصالح لما بتتحط حلول جديدة. إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي اتكلم عن التحديات دي وقال إن الإيجار القديم بيمثل مشكلة كبيرة ومستمرة بسبب صعوبة تطبيق أي قانون بيحقق توازن عادل بين الطرفين. منصور أكد إن الملف ده لازم يكون من أولويات البرلمان في دور الانعقاد الجاي، وإنه لازم يكون على الأجندة التشريعية للمجلس. الفكرة الأساسية اللي طرحها منصور هي إن الحل للمشكلة دي محتاج يتجزأ عشان يبقى الحلول أسهل في التطبيق. وقال إن أول خطوة اتخذت فعليا من خلال قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، واللي بينظم الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. القانون ده اللي بيتكلم عن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض تجارية أو غير سكنية، قدر يحل حوالي 10% من المشكلة العامة. القانون سمح برفع الإيجارات بنسبة 15% كل سنة لمدة 5 سنين، وبعدها ترجع الوحدة للمالك بشكل قانوني. ده معناه إن القانون بالفعل ساهم في تقليل العبء على الملاك في بعض الحالات، لكن المشكلة لسه مستمرة بالنسبة للأماكن السكنية. الإحصاءات الرسمية بتقول إن في حوالي 3 مليون وحدة سكنية مشمولة بنظام الإيجار القديم، لكن العدد ده قل مع الوقت ل 2.5 مليون وحدة. وقال كمان إن حوالي 50% من الوحدات دي مقفولة وغير مستخدمة، وده بيزود المشكلة. منصور أكد إن التعامل مع مشكلة الشقق المقفولة ممكن يحل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم. طب إزاي هيحصل ده؟ قال إن تحرير الوحدات المقفولة حل مقبول وفعال، لأن اللي سايب شقته مقفولة مش مهتم بيها أصلا وغالبا بيدفع إيجار بسيط جدا. ده معناه إنه لو تم تحرير الشقق دي هيتحل جزء كبير من الأزمة، وهيقلل العبء على الملاك اللي مش عارفين يستفيدوا من ممتلكاتهم. بالتالي الحلول اللي الحكومة بتدرسها دلوقتي زي تحرير الوحدات المقفولة وزيادة الإيجارات بشكل تدريجي ممكن تساعد في تخفيف الضغط على الملاك، وكمان تلاقي حلول مقبولة للمستأجرين. ومع إن القضية دي لسه فيها تحديات كتيرة، لكن الأمل موجود إن الحلول دي تبدأ تحرك الموقف للأمام وتحقق الرضا بين المالك والمستأجر.